أهلا وسهلا متابعي الأعزاء. اليوم جايبة لكم وصفة كبسة بيضة سريعة لذيذة خفيفة وعطرية بشكل يخلي البيت كله يفوح بريحة شهية. المكونات بسيطة: دجاج، بصل، أرز منقوع. ونجي لسر الوصفة: ماء الكادي، لا تنسوه بيفرق بالنكهة جدا. والبهارات بنستخدم 5 أنواع فقط: فلفل أسود، قرفة، قرنفل، هيل، ورق الغار. ممكن تضيفوا شوية زيت عشان يعطي إحساس بنكهة الكبسة الأصلية ودسامتها، لكن لو تبغوها خفيفة ممكن تخلوها بدون زيت تماما. رح نضيف كل المكونات دفعة واحدة، بعدها نغطيها بماء مغلي ونتركها على نار حوالي نص ساعة أو حتى يستوي الدجاج تماما. لا تنسوا تضيفوا ماء الكادي، هنا تبدأ الروائح العطرية تتصاعد بشكل رهيب كأنكم دخلتوا مطبخ ملكي. رح نصفي الأرز المنقوع مسبقا ونركز على التفاصيل الصغيرة اللي رح تفرق في النتيجة. اختيار نوعية الأرز مهمة جدا، كل نوع له طريقته. نقع الأرز رح يساعد يكون نثري ومفلفل أكثر. وزنية كمية الماء لازم تكون مضبوطة، لا زايدة ولا ناقصة. طريقة الطبخ: نبدأ بنار عالية جدا بالبداية تقريبا 10 دقائق، ثم نوطيها لآخر الوقت عشان يستوي بهدوء ويتشرب كل السوائل بدون ما يحترق أو يتعجن. اللمسة الأخيرة بعد ما يستوي نتركه يرتاح 20 دقيقة وتطلع الكبسة بأفضل قوام، نثري وحباته مفلفلة. زي ما شفتوا هذه الوصفة خفيفة على الفم، عطرية وما فيها أي صوص يثقل الطعم. الدجاج تحمر شوي مثل ما تلاحظون، السبب بسيط: أولا الدهن الإضافي، ثانيا توطئة النار آخر 10 دقائق فتتشرب كل السوائل ويتحمر الدجاج بدون ما يحترق. شاركوني في التعليقات، رأيكم يدعمني كثير، وأبغى أسمع أسراركم في طبخ الأرز أو الكبسة، يمكن نكتشف سر جديد مع بعض.